الو. تخيل. انا مش مصدق لغايه دلوقتي والله. اه يا عم، اتغلب من كاس مصر دور 32. من مين؟ ما انا بقول لك الو يا ابني. من المصريه للاتصالات. الاهلي اتغلب من فريق درجه تانية بكل اللعيبه بتاعه الفريق الاول. ده كان مريح اللعيبه ماتش غزل المحله عشان يكسب النهارده مصريه للاتصالات. واول مفاجاه الصراحه، فرقه درجه تانية تكسب النادي الاهلي، وعندك طاهر محمد طاهر وجراديشار وحسين الشحات واشرف داري وعمر كمال وسيحه ومصطفى العش وحسين الشحات. يا جماعه في ايه؟ ازاي يعني تغلبوا بالمنظر ده والشكل ده؟ طبعا ده كابتن خالد غندور بيتريق بعد مباراه الاهلي ولما الاهلي خسر من وخسر وطلع من الكاس. وعلى فكره هو مسح الفيديو وعمل اعتذار بوست كده على الفيسبوك. انا مش هعلق عليه بقى، هو واحد زملكاوي فعلا حقه. حقه، مش هقول لك بقى اعلام احنا هنزينا من الكلام ده. هي كلمه واحده، والله هي كلمه واحده للعيبه الاهلي. شفتوا سمتنين فيكوا ازاي وايه اللي حصل فيكم؟ حقهم يتريقوا ويحفلوا لينا لبكره. انت خصم فريق درجه ثانيه مع احترام الفريق المصري للاتصالات، مع احترامي، خصم فريق درجه ثانيه. ليه حق خالد غندور يمسك الموبايل ويبقى كده بيتريق؟ اهو اتفرج يا عم، تستاهلوا. اقسم بالله تستاهلوا. وانا مش زعلان من خالد غندور على فكره، اللي عايز يعمله يعمله وبراحته بقى. كونوا بقى اعلامي، كونوا زملكاوي، دي حاجه بتاعته. هم الزملكاوي برضه حقهم يحفلوا. ولكن لعيبه الاهلي عشان لعيبه عاله، لعيبه عاله